مظبوط. فين؟ مربوحة جودي، امال فين العتر؟ ابوي شو اللي نزلني؟ ابوي سجاح يا كبير. ايه يا جماعة؟ احنا فين؟ هو انا بحلم ولا احنا في كليب من نوادي الزومبا في التسعينات ولا انا تعبت وجبتني مستشفى الجلاء ولا ايه؟ لا يا كبير، دي مدرسة الروابط. وفين الديسكات؟ خابي يا كبير، انا شميت دخان عجيب، ما دريتش بروح لقيت نفسي هنا، بس زي ما عملت يا كبير فيه نيزك هيضرب الارض. كلامك اكيد ده المكوك اللي هياخدنا على الكوكب الجديد. نيزك ايه؟ يا جماعة انتوا مش خابرينش الراجل ده. كيف ما انا خابره؟ الراجل ده عامل مقلب كيف الايام الخوالي. يا كبير يا ابن القيع، عملنا لنا الكاميرا الخفية بس انت دسس الكاميرات فيها. اقول لك ولا تزعلش. مقلب ايه؟ حصل كل ده عشان ابهركم؟ ما انت بتموت في التفاهة وفي النسوان. يا جماعة ما تسمعوش الراجل الخربان ده انا مقلب ولا حاجة، قسما بالله انا زيكم، انا ما خبرش احنا فيه. حاشا لله، زيك زينا ازاي؟ انت الكبير العمدة وبحملك المسؤولية كاملة. صح يا دكتور، احنا كلنا مسؤولين منك يا كبير، ولازم دلوقتي تقول لنا هنفطروا كيف ونعملوا حمام فين. انا بدي بجمك مش العمدة. وبعدين من متى عادة الحمام كان عندك مشكلة فيه؟ ما انت بتعملها بأي مكان. ده انا نفسي قافشك مرتين، مرة في الترعة ومرة ورا الثلاجة حدنا في الدوار. انا ما سالتكش الحمام فين، انا بقول لك هنعملوها فين، وبعدين انا مش شايف ولا ترعه ولا ثلاجه. اعمل في اي حتة. يا جماعة انا عاوز اعرف ايه اللي جابنا هنا ومين اللي لبسنا الطقومة دي؟ الطقوم انت يا بنت هوسك بالطقومة خلاك تلبسينا كلها كده. لا مش أنا يا كريم، بس الفكرة حلوة، ناقص لها بس 40% هيك. يا جماعة انا الحمد لله هربنا الهمني وعرفت مين اللي لبسنا كده. مين؟ الستايلست. ستايلست؟ يعني ايه؟ يعني مرضع؟ لا، الستايلست باللغة العربية يعني الممرضة. ايه دي؟ ستايلس دي نوع معدن اللي هو ستايلستين. يا جماعة أنا عدايا مشكلة، ما بحبش ألبس خواجات، كيف خواجات كل الناس؟ I am different. دي مشكلتك. يعني نحن مخطوفين وكل حاجة مش فارقالك وفرقلك بس كده فرنت. انت ديفرنت يا اشرف، حتى لو مصت كل حاجة فيك ديفرنت. هو يعني يا أشرف التنج اللي هناك ده مش ديفرنت، ده سو ديفرنت. يا جماعة احنا في ايه ولا في ايه؟ انا عاوز اعرف منك احنا في ايه؟ أنا خابري وإحنا فين؟ احنا فين؟ ده باين لنا كده يابا إحنا في لعبة صبيت. صبيت؟ انت جعانة ولدي؟ دي لعبة حلوة قوي. أيوة صح يا جوني، ده لعبة الصبيت. كنت أوديك لك تزني يوفر يا أبوي. تطلع ايه لعبة الصبيت دي؟ أنت ما تعرفهاش؟ لا ما عرفهاش. دي مغامرة، بنلعبوا فيها كام لعبة كده. الكسبان بيكسب والخسران بيخسر. وجعان بياكل والعطشان بيشرب. أيوة. والظالم بياخد بالجهة. لا مش بصاصة. يا جماعة اخلصوا يا هناك، حاجة عبارة، حاجة فين احنا فين؟ أهلا وسهلا بكم. أكيد أنتم مستغربين وجودكم هنا. في البداية أنا حابب أشرح لكم إيه الغرض الرئيسي والفكرة. بقول لك ايه يا عم ديك ولد، دوس على زرار تخطي المقدمة وقول لنا احنا هنا ليه؟ صدقني الموضوع بسيط جدا. كل الحكاية إنكم هنا ضيوفنا وعلى راسنا من فوق، وجايين تلعبوا معانا شوية ألعاب مش أكتر. الخسران بيتقلش، الكسبان بيكمل، وآخر واحد بيفضل في النهاية هياخد جايزة كبيرة جدا. طيب بالنسبه لطبيعه الالعاب اللي هنلعبوها، هل هي العاب زي اغلب السجه والاباطير عائلات، ولا هتبقى العاب فاني زي هز الفز بتاع انا الزاهد؟ لا زي انت نسيت انا مين؟ ما التنين عملوا بس ايه؟ رجال ايه الحريم؟ شنو ده؟ هو اللي جبناه بتاع الحشرات اللي رش الدوار. صح يا كبير طلع الفران. هو ايه اللي صح يا كبير؟ لا طبعا، واضح ان احنا مخطوفين في منحى. استاذنك لو سمحت
عايز برطمان عسل صدر جبلي يكون يمني، لان الصدر مشخلل وضغط عند الدكاتره قالوا مفيش حل. امال انت ايه؟ منجد. وبعدين بتوع المنحل بيلبسوا اصفر، ليه لابس احمر؟ لا يمكن بيلعب بره ارضه. يا جماعه خلينا في المهم. انت قلت فيه دايزه، كانت ايه الدايزه دي؟ قبل ما نعرف الجايزة عايزين نعرف تفاصيل الألعاب عشان نتحمس ونسخن الضحك. ما هيقولش الالعاب دي سريه للغايه. مش عرفك يا هدفتي. طب اصبر اما نقلنا، مش الالعاب دي سريه؟ بالظبط، برافو عليك. الالعاب سريه وما ينفعش تعرفوها. كبسة بس اللي نقدر نقول لكم عليه الجايزه هتبقى كام؟ الجايزه هتبقى 5 مليون جنيه. بس يا ابوي 5 مليون جنيه، ده انا لو كسبت الجايزه على كده اشتري جاموسه. طب انا عايزين جاموسه يا كبير. جاموسه ايه يا كبير؟ ده انت جيب يخت في الدنيا تركب فيه انت و13 جاموسه، واحده منهم عسله. وبلا ماجدة يعني يا بيه، ال5 مليون جنيه صح الصح ولا فيه استقطاعات وتأمينات وقيمة مضافة وهيصفصف على 2 مليون إلا ربع؟ لا معلش، ال5 مليون صافي معروف، القيمه المضافه على اللعب. فككم التفاهه دي يا جماعه، احنا تقريبا مخطوفين كده. اسمع يا بنتي، وريني وشك ده. لا بس يرحبوا بيه، يرحبوا بيه. اهدى يا كبير، اهدى حد عليك. نهدى بقى كده ونمسك اعصابنا. نزل يد القصافة اللي في يدك دي وأنت بتتحدث مع الكبير. قلت انا فادي. روح يد اللي مشغلينك قول لهم نفادي والكبير بيقولوا لك. قول. حاول تخليهم 6 مليون. ادفع واحد يجيلك. حرام عليك 6 مليون ايه؟ هم خاطفيننا من 20 لغايه 5 مليون زين، بس الله يرضى عليك ما تفاصلهوش عشان ما يرجعش في البيعه. ثانيه واحده يا جماعه، احنا نضمن منيع ان انت لو كسبنا في المسابقه تدينا الجوائز. احنا نثق فيكم بتاعين واحنا نعرفكم منيع. انت بتتكلمش نيع ايه يا بنتي؟ انت فلوسك تزاوج ولا ايه؟ هتلعب علينا قطط النت. بقول لك ايه يا كبير، ايه؟ عايزين ناخد قطتين ونطلع بيهم على وادي الريان. يخرب بيتك من القطط. بس ندي هي كابوريا. عموما علشان تطمنوا هيبقى في عقد فيه شروط المسابقه كلها وقيمه الجائزه كمان. هتمضوا عليه دلوقتي. وات؟ ده كانوا سنتي. عليك يا كبير عقد اكسكلوسيف. لا معلش، انا ما مضيش حصري، انا عندي شغل في العاب تانية. وموسم الرياض. براحتكم خالص، اللي مش عايز يلعب ليه مطلق الحريه انه يمشي في اي وقت، بس لو مضى العقد هيكمل اللعبه لحد الاخر. اللي مش عايز يلعب يقول من دلوقتي ويرفع ايده. طب زين. يعني مدينا حرية فرصة زي لا مؤاخذة، فهم على كدهم. هو يقصد يقول اللي عايز يروح بيته ويهرب من هنا يرفع يده يلا. ما احنا فاهمين يا كبير. احنا عارفين. اللي عاوز يلعب يرفع يده. طيب